هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتورة بيطري. انا جاي اشتغل عندكم سفير، وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت. وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتيز اوازو. يا ليبي انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا هندس. ماشي هندسه. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه؟ انا مؤهل. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90. شريف مدكور، عايز تشتغل ايه النهارده؟ عايز اكون سفير لبلدي، يعني اشتغل في السلك الدبلوماسي. اشمعنى؟ عندي بعض الثقافات اللي اتعلمتها في بلدي على ارض مصر الحبيبة، عايز انشرها بره، وعايز اوري بره العالم كله ولاد حضارة 7000 سنة وجينات 7000 سنة دول بيفكروا ازاي، وانشر فكرهم بره. الفكر ده هيبان من التعاملات، لكن انت النهارده كسفير لبلدك ايه اهم الحاجات اللي انت عايز تحققها في بلد غير مصر؟ بصي، سفير لمصر بره مصر المفروض فيه اهتمامات معينة انا مش شايفها في بعض السفراء، انا احب ان انا لو سفير اهتم بيها. مثال على كده، اعمل في السفارة اللي انا بشتغل فيها كل اسبوع ايفنت من محافظة من محافظات مصر، واقعد اكلمهم. مثلا عندنا مرسى مطروح، وانا كسفير هبقى لابس اللبس بتاع مرسى مطروح ومراتي وعيالي لو احنا كده، واعمل الاكل بتاع مرسى مطروح، واعزم سفراء تانيين واقعد اكلمهم عن المنطقه دي ايه في مصر. مثلا استضيف من مصر ديزاينرز واعمل لهم فاشن شو، استضيف بعض الكتاب والصحفيين والاعلاميين والفنانين. دايما كل شهر يبقى عندي في السفاره ايفنت بنشر ثقافه بلدي وفن بلدي واكلات البلد بتاعتنا. اوري برضو العالم لو انا برضو سفير، كل شهر او شهرين هعمل ايفنت اجيب فيه صناع، ناس بيصنعوا منتجات مختلفة، منتجات يدوية، كل حاجة يدوية او غير يدوية، واعمل لهم زي معرض في السفارة علشان انشط الانتاج وانشط في بلدي، واشجع ان المنتج المصري الحاجات المكتوب عليها ميد ان ايجيبت تبقى في بلاد اخرى. مقومات السفير الناجح من وجهة نظرك ايه هي؟ وهل المقومات دي موجودة في شريف مدكور؟ اعتقد السفير الناجح لازم يكون اولا وطني جدا، بيحب بلده جدا، حافظ تاريخها والجغرافيا بتاعت بلده كويس قوي، يكون بيعرف يتكلم بعض اللغات، يكون شكله بريزنتبل، شكله مقبول، يكون عنده احترام الاخر، يعرف يتعامل مع ثقافات الناس الاخرى ويحترمهم. اعتقد دي المقومات. معرفش دي موجودة عندي ولا لا، ما مش هعرف احكم على نفسي. اللغات عندك؟ بعرف اتكلم انجليزي كويس جدا، بفهم فرنساوي ما بعرفش اتكلمه بس بفهمه كويس قوي. يعني معنى كده البلاد اللي هيروحها شريف مدكور كسفير ممكن تكون بتتكلم اللغة الانجليزية فقط؟ في الغالب بس انا شخص عامل زي السفنجة، يعني بلقط اللغات بسرعة. يعني لو جاي لي بوست في بلد مثلا بتتحدث الفرنسية زي ما بنقول، لو لمدة 3 أو 4 شهور خدت كورس مكثف في الفرنساوي، هعرف زي ما بفهمه كويس هعرف اتكلمه كويس. تفتكر بعد كام سنة مجهودك هيبان من خلال الأحداث أو الحدث اللي انت عايز تعمله كإيفنت أو كفوكس أو كتركيز على مصر في بلد تانية؟ الحاجات دي هتبان بعد كام سنة؟ لا مش سنين، شهور، 6-7 شهور. لو السفير قلبه على بلده وعايز يعمل شغل ويبقى نشيط، ممكن في شهور قليلة جدا يعرف يوصل الرسالة اللي هو عايز يوصلها. هنعرف انت جاي تشتغل ايه النهارده مع همسة امان على الراديو 90. انت جاي تشتغل ايه النهارده على الراديو 90 مع همسة امان. أهم رسالة مطالب السفير إن هو يعملها غير إن هو ينشر النهاردة التقاليد والأماكن المميزة في بلده، إيه كمان مطلوب من السفير إن هو يعمله؟
بصي انا بالنسبه لي سفير لمصر، وانا بعتز جدا بالمواطن المصري. يعني تقريبا كل اللي انا قلته لك ده هيضطر يعمله، بس هو الحاجه اللي دايما انا ما اعرفش انا متحيز ولا انا عنصري، بس انا دايما بشوف ان المصري مختلف، فهيوري ده للناس. يعني احنا في ساعات بنقول علينا بنعمل حاجات كتيره بالبركه او مش بنبقى دارسينها او حاجه كده، ودي حاجه مش وحش، ده مش عيب، ده بالعكس ده ميزه. فدي الحاجه اللي عايز اوريها للعالم كله. هل ممكن يعزز السفير المصري العلاقة السياسية ما بين البلدين حتى لو في أزمة؟ ده أكيد. السفير لازم يكون رجل يعني زي ما نقولها كده محنك سياسيا، لازم يكون بيعرف يتكلم كويس قوي، لازم يبقى دبلوماسي طبعا. يعني ممكن يحل أزمة بلدين. ده أكيد طبعا طبعا. أنت عندك الحنكة دي؟ أعتقد بيقولوا عليها دبلوماسي. طيب في سؤال انت كنت نفسك اساله لك ما سالتهوش؟ لا انت صدمتيني وسالتي الاسئله كلها بسرعه وانا اتخذت. فانت سالتي كل حاجه، بس لو يعني طب عايز حاجه تقولها انت كشريف مدكور؟ لا، بما ان انا اتكلمت عن السلك الدبلوماسي والسفير او الناس اللي بتشتغل في السفاره المصريه، انا رحت بعض السفارات في بعض الدول ما عجبنيش ادائهم نهائيا، وكنت بقول انا لو مكان الراجل ده هعمل كذا، ولو مكان ده هعمل كذا، ولو مكان ده هعمل كذا. حتى السفاره من جوه ما تخشيها ما تحسيش ان انت محطوط علم مصر، بس مش محطوط اي حاجه فرعونيه او حاجه قبطيه او حاجه اسلاميه، ما تحسيش بروح مصر جوه السفاره. غير ان الاداء لبعض السفراء للاسف، واحنا عارفين ده، والسفراء واللي تحتيهم، اللي انا بتكلم على السلك كله، سواء سكرتير او سكرتير تاني وزير مفوض، الاداء بيبقى ضعيف شويتين. نقاط الضعف في شخصية شريف مدكور لو اشتغل الشغلانة دي هتكون ايه؟ نقطة ضعف حبي البلدي، هي كده، مش هتقدر تبعد عنها كتير. هقول لك حاجة بصراحة، انا ذاكرت قبل كده للسلك الدبلوماسي قبل ما اشتغل مذيع، ورحت عند ناس قرايبي كانوا قاعدين في الهند، قعدت معاهم اسبوعين او 3 اسابيع عشان اجرب اشوف لو انا قدرت اطلع بره مصر هيحصل ايه. قعدت 3 اسابيع، بعد اسبوع بالظبط كل يوم بقيت اعد انا امتى عايز ارجع بلدي. فهي دي نقطة ضعفي. تفتكر الوظيفة دي هتبقى من نصيبك؟ لا، لاني خلاص بقى عندي 41 سنة فكبرت قوي عليه. بس انا عايز اقول لك حاجة يا همسة، انا يوم ما قررت اكون مذيع، انا بشوف ان المذيع هو سفير، لان انا بطلع على قناة فضائية، فبرضو الثقافة اللي عندي ثقافة احترام الآخر و ده كله بحاول أنشره من خلال شغلتي اللي هي مذيع، لأن المذيع شوية بمثابة سفير زي حضرتك كده بالظبط. عايز تقول حاجة؟ عايز أقول لك أولا كل سنة وأنتم طيبة، وميرسي إن أنتوا اخترتوني ضيف عندكم في 90 راديو جميل جدا، وثانك يو. ميرسي ليك يا شريف، وكل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله ربنا يديك الأحسن، ومعرفش الوظيفة هتكون لمين بس احنا هنشوف. وممكن يبقى سفير نوايا حسنة لو اختاروني، مش هقول لا يعني. بشكرك يا همسة. ميرسي ليك. هنسمعك ونشوف انت جاي تشتغل ايه. انا ايجابولوجيست. جاي تشتغل ايه؟ جاي تشتغل ايه؟ انا هحل لكم كل مشاكلكم اول ما تيجوا تقعدوا معايا. دكتورة بيطرية. انا جاي اشتغل عندكم سفير، وهنعرف انت اخترت الشغلانه دي ليه. شكلي كيوت، وبعدين جو بارل فرونسي كوم لو بتي زوازو. يا ليبي ان انا هغير حاجات كتير قوي يا استاذه. خلينا هنا بقى اظبط، خلينا اهندس. ماشي هندسة. صلاة النبي احسن. وما تفتكرش ان الكلام بس كفايه عشان تشتغل، احنا اللي هنقرر اذا كانت الشغلانه تنفعك ولا لا. بعد كل ده خدتوا افكاري. هو انا كده اترفدت؟ تشوفي ايه؟ انا مؤهل. شايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ وهنسمع وهنعرف مين جاي يشتغل ايه النهارده مع همسة امام على الراديو 90.